هل فعلا يا دكتور الروماتويد مرض وراثي ولازم المريضة ما تحملش ولا تخلف؟ الحقيقة لا، هو زي ما قلت قبل كده انه مش مرض وراثي بالضرورة. يعني اذا قلنا ان هو 1 كل 100، وجود حد من العيلة عنده روماتويد بيزود فرص الموضوع ده الى 3 ل 4% فقط، ففي فرصة 96 97% ما يحصلش. وبالتالي نصيحتنا دايما ان اللي عندها روماتويد ما تقلقش على اولادها ان يحصل لهم. هي عارفة الاعراض، بس تبعدهم عن الحاجات اللي بتنشط المناعة. يبقى في اكل صحي، نبعد عن التوتر، نعتني بالاسنان ونغسلها بالفرشه والمعجون 3 مرات، نحاول ان احنا نديهم التطعيمات الموسميه بتاعتهم عشان ما يجيلهمش عدوى بكتيريه او فيروسيه، وبالتالي باذن الله ما يحصلش. موضوع الخلفه والحمل، لا الحقيقه 90، مش عايز اقول 99% من مرضى الروماتويد ممكن يحملوا عادي، انما بعد الترتيب مع دكتور الروماتيزم ودكتور النساء للاسباب الاتيه. اولها انه في ادويه معينه لازم نوقفها قبل الحمل ب3 شهور عشان ممكن تعمل تشوهات في الاجنه. اتنين، ان في تحليلات معينة لازم نعملها علشان نتأكد ان مفيش مشاكل هتحصل في الحمل لها علاقة بالمشيمة او لها علاقة بقلب الجنين. تلاتة، لانه التوصيات العلمية بتقول ان احنا يعدي 6 شهور المرض نايم واصل لنشاط خفيف علشان المرض ما ينشطش غالبا اثناء الحمل. أربعة، لأنه في أدوية معينة ممكن تتاخد عشان نمنع النشاط أثناء الحمل. خمسة، بيبقى في متابعات معينة لبعض التحاليل أثناء الحمل بنطلبها مع دكتور النساء علشان نتابع الحمل. وبالتالي كل مريضة روماتويد تحمل عادي، وممكن تعمل اي وسيله للحمل حتى بالمساعدات زي الاي في اف وزي الحقن المجهري وزي الحاجات دي، لكن بعد الترتيب مع دكتور المناعه والروماتيزم ودكتور النساء.